السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف صحة وعافية. من ضمن وصفات المدارس المهمة هي اللفات. وصفتنا لهذا اليوم هو اللانشون دجاج. اليوم راح نسويها بطريقة حلوة وسهلة، وكل هذا بخطوة واحدة وبدون مواد حافظة، والطعم راح يكون روعة. بس قبل كل شي أتمنى تسوي لي لايك وشير للفيديو. يلا نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. خليت قدر على النار وراح أضيف عليه كمية من الزيت. ضفت عليها 1 حبة من الجزر، و1 حبة من الشجر، و1 حبة من البوتيتا. خليت عليها دجاجة وزنها كيلو، وراح أضيف عليها 1 حبة من البصلة و3 فصوص من الثوم. هنا أنا ضفت عليها ملعقة صغيرة من الملح و6 حبات من القرنفل الصحيح. راح أضيف عليها كمية من المي وأخليها ساعة لحين ما تستوي. هنا أنا عندي استوت تماما الدجاجة، راح أشيلها وأخليها بالطاسة. مثل ما تلاحظون حبايبي، هنا أنا راح أبدي أفلسها وأطلع الجلد والعظم. مثل ما تلاحظون هنا أنا راح أخلي الدجاج بمحضرة الطعام مع الخضار اللي سلقناه. راح أضيف عليه ملعقة صغيرة من الكاري، وملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من البصل البودر، ونصف ملعقة من الثوم البودر. عندي هنا شوندر برشته وضفته للخليط. عندي هنا مي للدجاج، راح أضيف عليه ملعقة كبيرة من الجيلاتين وراح أضيفه على الخليط. راح أخلط كل المكونات مثل ما تلاحظون. طبعا ما تتصورون حبايبي طعمها ايش طيب، أنصحكم تجربوها بهاي الطريقة وأكيد أطفالكم راح يحبوها. هنا أنا بعد ما خلطت كل المكونات راح أخليه بعلبة بلاستيك أو أي بطل عندكم فارغ، وأخلي عليه الفالكون وأخليه بالثلاجة لمدة ساعة. وهذا شكله النهائي. طبعا سويت بيتزا من اللانشون، وما أقول لكم على الطعم والريحة كلش طيبة. علينا وعليكم ألف عافية. أتمنى تسووا لي لايك وشير الفيديو، ولا تنسون التعليق الحلو، وألف عافية.